اليوم ان شاء الله تعالى الاخوان اجيو معنا للمزرعه تاعنا باش تعرفوا شنو كاين وكي كنديروا كنربيو الدجاج ديالنا مع الروتين اليومي في تربيه الدواجن. تبارك الله عليكم، بقاو معنا حتى لاخر الفيديو. غادي نهضروا اولا الاخوان على العلف ديالنا. جبنا البارحه الاخوان هانتوما كتشوفوا، جبنا العلف البياض، وجبنا هنايا الشعير 50 كيلو علف مبروكه، وجبنا هنايا فارينه نص قنطار، وجبنا العلف ديال الذره كذلك نص قنطار، وجبنا الديماراج الفلالس اللي كنربيو ديالنا هنا الاخوان. نتوما كتشوفوا هنايا نشوفوا نتفقدوا الفلوس ديالنا ديال البيبي كما كيبان لكم هنا الاخوان. هانتوما كتشوفوا هنا ما شاء الله تبارك الرحمن. ها هو مشى بقى هنا جلس. هانتوما الاخوان هنا جبناهم في هاد البلايصه هادي كنمشي علينا الضو في الدار الفوق. ديما السخانات الاخوان، ديما الماكله كلشي يكون نقي باش الكتكوت يطلع. هذا راه بيبي الاخوان اللي كنا فقسنا حداكم، فهمتوا الاخوان؟ هذا راه بيبي اللي كنا فقسنا، راكم كتشوفوا تبارك الله. ديك 25 بيضه اللي بقات لنا خرجت لنا منها 23 حبه، ديك 24 حبه اللي كنا البيض اللي كان خرج لينا خرجتنا منها 23 بيضه، وراه مازال الحمد لله كلهم بصحه جيده، ما عدا واحد جوج راه خرجوا فيهم شويه ديال المعوقات، يعني خرجوا معوقين ولكن ماشي مشكل. دابا ان شاء الله تعالى نمشيو نتفقدوا الدجاج الكبير والديوكا والاسترالوب والدجاج ديال الصغير في اللوز. بقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو. يلا نمشيو دابا الجناح ديال تربيه الدواجن في المكان، يعني في الكبار دوك فين كاينين كتاكيت كبار. بسم الله تبارك. هانتوما الاخوان المسائل كلها كتكون مسيبه. هذا حطاو طريقه كيما كيبان لكم هنايا. الديوكا ديالنا هما هادو الاخوان، الديوكا بحاله جيده. هانتوما الاخوان كلشي نقي، ممنوع تخلي شي حاجه موسخه عند الديوكا. راهم الفوق فين كاين، راهم شتو الفوق. دخل معايا لهنايا، دخل معايا، دخل معايا، دخل تشوفوا معانا. بسم الله دخل معانا. شوف هاد الديوكا الاخوان، شفتوهم هاد الديوكا، الديوكا بوحدهم. علاش كنخليو الديوكا بوحدهم الاخوان؟ باش كيبقاو الدجاجات كيبقاو في حاله جيده، ما كيكرفسوش عليهم بزاف. كنخليو غير واحد العدد قليل مع الديوكا، وهادو في نفس الوقت كنربيهم بالذره. هادو علاش حنا كنديروا لهم هكا؟ باش كنقدو اننا نسمنوهم، لان كتعطي نفس العليقه للدجاج كامل. لا عطيه هذا باش تسمنو، عطيه الذره وفرينه، ما تعطيش العلف البياض. خليه ترونكيل عليك وتمشي عند الدجاجات يعني العتوقات كتعطيهم العلف البياض وكتنقصهم من الذره وكتعطيهم فرينه وكتعطيهم الشعير. صافي الاخوان باش كيعطيوك انتاجيه في البيض مزيان. هادشي علاش كنفرقوهم وكيبقاو هكا بحال جيده، وكيكونوا كيكسبوا حتى هما صحتهم. الدجاج كيكسب صحته وكيبقى خالي معزول على الامراض. الشمسيه داخله، شتي الشمسيه داخله من الشبيك، عنده فيه نبات ضروري خصك ديروا فيه نبات هكا كما كيبان لكم الاخوان. ها هو هنا فيه كيبات. ضروري من الادويه، ضروري من تي ام بي اس مره. شتي شي واحد ماشي هو هذاك من الديوكا بعدو عليهم، يعني ايزوليه وداوي على خاطرو، وفاش يداو عاد رجعوا القاطع. دابا غادي نمشيو الاخوان، نمشيو لهنا الفلال الصغار نتفقدهم كي دايرين. تابعوا معنا يلا بسم الله. يلا الاخوان معنا باش نشوفوا الكتاكيت الصغار. بسم الله الاخوان. هنا هي البلاصه اللي كيتنفس فيها الكتاكيت. حنا دايرين شبكه على حساب الدجاج باش يخرج لنا على برا، باش ياخذ فيتامين دي. ضروري من الشمس الاخوان، اللي ما كانش الشمس راه ما كاينش تربيه ديال الدجاج. انا ندخلوا الكتاكيت بسم الله. ها الكتاكيت ديالنا كنتفقدوهم الاخوان، كنشوفوا واش راهم بصحه جيده ولا لا. كنسدوا هاد البيبه هادي دابا نشوف لكم ولا لا مع الظلمه الاخوان هنا، لان هاد الكوريا دار سخون كيصحي الكتاكيت. هذا راه مصنوع من التراب وكيبقاو فيه الكتاكيت بصحه جيده. هانتوما كتشوفوا الاخوان هنا، هانتوما كيجيو هنا على حساب هاد الماكله. هاد البلاصه هادي كتكون سخونه فيها بواط ديال الفراروج، ودابا راه حنا كنلقاها. ها الكتاكيت الاخوان شوف ها صافي راه كلشي بصحه جيده. وفاش كنخرجوهم على برا فاش كنخرجوهم على برا الاخوان هادو عاد كنتفقدوهم مزيان واش بحال جيده ولا لا، باش تكون الشميجه. اذا كان البرد لا، عاد كيكونوا سخونين وتخرجوهم لبرا يضربهم البرد هادي مبروك.
وانا الاخوان دابا ان شاء الله تعالى، انا دابا ان شاء الله تعالى غادي نخرجهم. بسم الله، انتم غتبقاو معنا. بسم الله. بحال هادي. بسم الله. درس خرجوا باش تشوفوا الشميشه والفيتامين دي. هنا الاخوان كنخليهم، هانتوما كاين ما كيبانلكم الاخوان الا عقلتوا معنا على السكور، عقلتوا معنا عليه. هو الطائر الحبشي، ما كيعرفش السكور، هو الطائر الحبشي اللي عندنا. هو بحاله جيده تروح فيهم الحمد لله. هما كيكبروا. شتي ها هو الطائر الحبشي، صوروا مزيان زكريا. هذاك الطائر الحبشي صافي. كنخليهم هنا الاخوان، هانتوما كنخليهم هنا كيدخلوا ويخرجوا عادي، ماشي مشكل. بغاو يدخلوا بغاو يخرجوا الدنيا هانيه. وكندخلوا نمشيو نشوفوا نتفقدوا دابا الاسترالوب. بسم الله. هنا الاخوان كنجيو نشوفوا الاسترالوب واش راه في حاله جيده ولا لا، لانكم عقلتوا عليه راه كان مرض لينا وكنداويناه بالتي ال بي اس الاكزابريم، واحد مضاد هو مطهر معوي. راه حنا درنا فيديو عليه. بسم الله. كنهبطوا لهنا لكابه الاخوان هنايا. هنا كنتفقدوا الاخوان الكتاكيت ديالنا. ها انتم الاخوان راه في حاله جيده. ها هي ميكا، هما مخيرين، العلف عندهم، الماء عندهم، نتوما كتشوفوا العلف كاين، الماء كاين، كلشي كاين ولله الحمد. ها راهم في حاله جيده. ها صافي الحمد لله. دابا نمشيو الاخوان نتفقدوا الاخوان، دابا غادي نمشيو ان شاء الله تعالى نتفقدوا الدجاج العتوقات. كاينين معاهم شي ذكوره ولكن بأوزر يعني نخليهم بوحدهم على حساب باش يربوا صحتهم ان شاء الله تعالى، وغادي يبداو في انتاج البيض من الفوق من شهر 12 1 2 3 4 ان شاء الله يكون غير بيض باذن الله. بسم الله. دابا ان شاء الله تعالى غادي ندخلوا للعتوقات، غادي نوريكم البلاصه فين كيبيضوا وكي درنا صغرنا لهم المبيت ديالهم. بسم الله. بسم الله. ها هما الاخوان، هذيك هي البلاصه اللي كيخرجوا. شفتوا الاخوان، هادو هما العصيات اللي كيباتوا. هيا دابا بدات ان شاء الله كتبيض. كانت هنا واقيلا كتحط لنا شي بيضه ولا مازال ان شاء الله تعالى. المهم هنا كيباتوا في هاد العصي هذا، مازال ان شاء الله تعالى نقدوا لهم شي عصيات الفوق، مازال نديروا لهم شي عصيات الفوق. وهنا كيبيضوا في هاد يعني عادي، مازال ما بنيناش، مازال ان شاء الله تعالى غادي نبنيو هنايا البياضات. لان هاد العتوقات اللي كتشوفوا هنايا وهاد الدجاج كامل اللي كتشوفوا هنا من الفقاصه اللي كنبيعو حنايا، فقاصه وحده درنا منها كلشي هادشي هذا، ولله الحمد والمنه على كل هذا الفضل هذا. وديما ان شاء الله تعالى فمن راى شيئا فليبارك الاخوان، فمن راى شيئا فليبارك، لان العين حق. يا الله يخليكم باركوا. هنا الاخوان كما قلت لكم هذا هو المبيت ديالهم، ها انتم كتشوفوا هنايا درنا لهم هاد العشه كيباتوا فيها. وفي نفس الوقت الاخوان هي المخرج ديالهم اللي كيخرجوا للمسرح. هذيك دابا ندورو من جهه اخرى نوريكم الطريقه ملي كيخرجوا للمسرح. هي هذه، شوف خرج من تما، شوف صورها، هذاك مكان المسرح. الاخوان الدجاج ديالنا راه كاين في الخلف ديال المنزل داك اللي دخلنا عنده قبيلات. غادي نمشيو لبلاصه المسرح ديالو، غادي تبعونا الاخوان هنايا ان شاء الله تعالى. ضروري الاخوان كما قلنا لكم النظافه هي اساس التربيه. وهذا هو المسرح اللي كنا موجدين له، حنا زارعين فيه، زرعنا فيها الاخوان هنا كما كتشوفوا الشعير، فهمتيني، وما طاحت الشتا ولله الحمد. الله يرحمنا، الله يرحمنا بشي رويه. وهنا الاخوان ها فين كاين المسرح الخلفي ديال الدجاج، هنا كيخرجوا. صغرناه شي شويه على حساب الدجاج باش ما يبقاش يتلفنا عند الجيران، لان واخا المسرح انتما كتشوفوا كبير، شوفوا لهيه المسرح كبير، ولكن مازال ما طلعناش واحد 3 متر. دوك العمدان الاخوان ما طلعناوش 3 متر باش ما يبقاش ينقز عند الجيران. بسم الله. ها هو الاخوان الدجاج ديالنا في المسرح. هذا هما الدجاجات ديالنا الاخوان، ها هما عطيناهم الفطور الصباحي، وهذا هو المسرح ديالهم. ها يديروا الشبكه، شتي الاخوان حتى انا كنديروا الشبكه على حساب الدجاج باش ما يبقاش يدخل عنده الطير. هاد الشبكه دي راه مهمه الاخوان على حساب الدجاج باش ما يدخلش عنده الطير
وداك الطير كيكون حامل للامراض وكياكل معاه في الماكله ديالو، فبالتالي كيمرض. لذلك الاخوان ضروري ما تازوريو حتى السقف باش حتى حاجه ما تدخل عند الدجاج. هنا الاخوان كما كيبان لكم هاد المرات كيبيضوا لنا هنا، مازال حنا نصغروا البيضات كما قلنا لكم. هاد المرات كيكونوا كيبيضوا هنا، بعض المرات لا، ماشي مشكل. المهم الدجاج ديالنا هو هذا. مازال ان شاء الله تعالى غادي نديرو علافات جداد طوا ديال 2 متر، ومازال ان شاء الله نطوروا المشروع ديالنا بشويه بشويه، ونتمنى ان شاء الله تعالى الخير لقدام. وهذا هو الاخوان الروتين ديالنا ديال اليومي في تربيه الدواجن. كنعطيوه وجبه صباحيه، كنعطيوه وجبه بقى عندي هنايا، كنعطيوه وجبه صباحيه في الصباح، وكنعطيوه وجبه في المساء. الدجاج كما قلنا لكم كنعطيوه وجبه في المساء، وكنعطيو الا بغينا نعطيو شي دواء للدجاج ديالنا ولا نعطيوه شي اعشاب ولا نعطيوه شي حاجه ضروري كنعطشوه ولا كنجوعوه. مثلا كالبارح، مثلا المساء البارح شنو عطيتهم البصله بعد ما جوعتهم مزيان، كنعطيتهم غير الفطور الصباحي. وفي العشيه مع العصر عطيتهم البصله هكاك حافيه، يعني باش ياكلوها، باش كتقوي المناعه ديالهم، باش كتنقيهم من الامعاء ديالهم. عطيتهم البصله حافيه يعني وكلاوها. فاش كلاو ديك البصله من بعد عطيتهم العلف، ديالهم في عشيه نيت. وعاد في الاخر المهم الاخوان كما قلت لكم ما عمركم تخليو الدجاج ديالكم على برا، لان السمره هاد الايام هادي وشحال من واحد ماتلو الدجاج بقضيه ديال البرد. انا براسي طرات لي شي حاجه ديال الدجاج، ولكن ماشي بزاف، غير شي 2 3 على حسب البرد. كانوا باتوا على برا. ديما كندخل الدجاج ديالي من ديك الخرجه ملي كنخرجهم، شتيها من ديك الخرجه ملي كندخلهم. الا بغيت ندخلهم كنجي كندير لهم بحال هكا. اخوان هاك الشبكه كنحطها هنايا، المهم بحال هكا وكيدخلوا. كاينه تما خشبه وكندخلهم كاملين في الليل وما عارفين راسهم باللي كيدخلوا، لان تما كيباتوا بحال هكا. شوفوا الاخوان هما كيدخلوا، شوفوا هما كيدخلوا، هما كلهم كيدخلوا. ومرات كتعلموا مع المده تبارك الله ما شاء الله راه كيتعلم يدخل. المهم هما كيعرفوا فوقاش يدخلوا مع المساء، ماشي دابا ديالنا دابا مازال الشميشه الحمد لله، حتى جويه داك المغرب فاش كيكون كيبغيو يقيلوا باش يدخلوا يتكاو كيدخلوا بوحدهم راسهم. واحد الاشاره الاخوان مهمه الله يخليكم القضيه ديال البيض. اللي بغى الدجاج ديالو ابيض ضروري خاصو الكهرباء، يعني المصباح الاصفر، الضوء الاصفر يمتد حتى 16 ساعه في النهار. يعني هذا النهار تقريبا مثلا مع الايام ديال البرد راه كيكون نهار قصير، وهذا النهار القصير ما كيخليش ان الدجاج ياخذ سميتو القدر الكافي ديالو من الاضاءه. فبالتالي كنضطروا اننا نشعلوا له بوله صفراء يعني داخل العنبر باش تكمل ديك 16 ساعه، ومن بعد عاد نطفيوها لا بغينا. صافي الاخوان باش يعطي انتاجيه احسن في البيض. المهم الاخوان هذا هو اللي كاين. هذه هي راه بيبي ديالنا خلاص، راه مادام بلا ما نمشيو عنده راكم شفتوه شحال من مره في فيديوهات. دابا ان شاء الله تعالى كنطلبوا منكم ان شاء الله تعالى انكم تفاعلوا معنا في هذه القناه هذه، وانكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وباش هذا المحتوى يوصل للناس اخرين. ولا كان فيه فائده راه فيه فائده الحمد لله. راه ماشي روتيني اليومي اللي في راسكم، راه روتيني اليومي اللي اي واحد يعشق انه يكون عنده هذا، يعني اي محب للدجاج يعشق انه يكون عنده هذا الدجاج قدامه يشوف فيه ويربيه ويعطي له بيضات. كاين اللي كيديرها غير هوايه، راه هوايه، راه احسن حاجه هي الهوايه. حنا شنو كنديروا حنا؟ راه بعض المرات كنقدروا نخسروا من جيبنا. علاش؟ لان كنعشقوا هذه المهنه، كنعشقوا هذه الحرفه هذه، يعني عشق تربيه الدواجن. الاخوان تبارك الله عليكم، وان شاء الله تعالى غادي نخليكم دابا نتلاقاو في فيديو المقبل باذن الله. واللي نسى ما اشتركش معنا في القناه يشترك معنا في القناه ويفعل زر الجرس باش يوصلكم الجديد. وتهلاو ان شاء الله تعالى الى فيديو اخر.